طيب ازاي بنكريت ايفنت في الكالندر عندنا؟ بكل بساطه من خلال الكالندر طبعا بنضغط على نيو ايفنت، فبيفتح معايا بالشكل ده. فباجي هنا اسمي الكالندر بتاعي، وطبعا بتحكم من هنا الاستخدام هيكون من اي اكونت. فانا مثلا هعمل ايفنت اسمه كافي تايم، هدعو الناس ان هي تيجي تشرب القهوه. من خلال الاتنديز هنا بختار اسماء الناس اللي هتبقى موجوده معايا في الميتنج ده، وهنا بحدد اليوم عندي هيبقى يوم ايه بالظبط، وليكن مثلا يوم 28/4. بحدد الساعة، هل هيبقى خلال اليوم كله ولا لأ. طبعا بمجرد ما بضغط على all day خلاص ما بيحددليش الساعة من كام لكام. ومن هنا كمان ممكن احدد التايم زون عندي بشكل مباشر. عندي كمان اوبشن في فكره تحديد الموعد، فكره ريكيورنج. الريكيورنج ده فكره التكرار، هل الايفنت بتاعي ده هيتكرر كل قد ايه. فانا مثلا ممكن اخليه يتكرر 5 مرات. طيب هيتكرر 5 مرات كل قد ايه؟ كل شهر ولا كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل سنة؟ وبحدد الموعد اللي انا هبتدي فيه. فبمجرد ما اخترت 5 مرات قال لي ان هو هيبتدي في الموعد ده وهينتهي في الموعد ده. انتل انا حابب ان هو يقف عندي لحد قد ايه، وليكن مثلا انا عايز اقول له عايزه يقف عندي لحد 28/6 كل يوم ثلاثاء، من الساعة 8 للساعة 8 ونص، وكده هيتكرر معايا لمدة 5 مرات. طيب لو هنا بحط اللوكيشن بتاعي، لو انا عندي لوكيشن معين حابب اقوله مثلا في الكافيه الفلاني، او ممكن حتى احط اسم الميتنج روم اللي احنا هنعمل فيها الميتنج بتاعنا، او ممكن اختار in person event، او ممكن احط meeting link. ازاي؟ بمجرد بس ما اعمل تيمز ميتنج خلاص هو بشكل مباشر هيبقى الميتنج ده او الايفنت ده من خلال مايكروسوفت تيمز. فانا خلاص مش محتاج الناس تبقى حاضره فيزيكال، ولكن طبعا بما انه اسمه كافي تايم فالمفترض ان هو ما يبقاش على تيمز. وهنا بحط الديسكريبشن بتاعي بشكل سريع وبشكل مباشر. وبناخد بالنا اول ما غيرنا الايفنت بتاعنا لسيريس علشان هيتكرر اكتر من مره، اتحول معانا من ايفنت سيريس. لو رجعنا الايفنت خلاص هو هيبقى في اليوم اللي انا حددته فقط، انما لو سيريس بيرجع تاني يقول لي هيبتدي من كذا وينتهي في كذا، ونحدد البيانات الخاصة بيه من الأول، لأن احنا خلاص كده كأننا رجعناه تاني من الأول. عندي هنا الأوبشن إن أنا عايز أخلي الناس اللي حابة تدعيني في اليوم ده يبقى ظاهر لها ان انا ايه، ظاهر لها ان انا بيزي ولا فري ولا working elsewhere في مكان خارجي، ولا tentative ولا اوت اوف اوفيس. عايز يبان لهم ايه؟ وليكن مثلا انا ممكن لو انا خليتها فري، انا عندي كافي تايم مع الموظفين اللي انا هبقى معاهم، ولكن ام اون لو حد حابب ان هو يضيفني في ميتنج تاني ما عنديش اي مشكله. ده اوبشن من الاوبشنز اللي احنا بنقدر نشتغل عليها من هنا. عندي هنا الريمايندر، انا حابب ان يجي لي تذكير بموعد الايفنت ده او موعد الحدث ده قبلها بقد ايه. ممكن اخليه بربع ساعه، 5 دقائق، لا مش عايزك تفكرني خالص ولا ايه بالظبط. عندي هنا الكاتيجورايز، حابب ان انا اخليه اصنفه ضمن احدى الكاتيجورايزنج، وهنتكلم عنها بالتفصيل طبعا. وهل الايفنت ده برايفت ولا نوت برايفت، حابب ان يبقى ظاهر للناس المدعوه في الايفنت ده ان هو برايفت فما يتكلموش فيه مع حد ولا ايه بالظبط. وهنا طبعا لو عملنا اكسباند هيظهر لنا تفاصيل اكتر عن اليوم بتاعنا والاوبشنز. هنا حابين نظهر الكالندر بتاعنا only my working hours و show detailed scheduling data وهكذا. وطبعا بنختار برضو الحالة من تحت علشان لو حابين نعدل عليها. لما بنضغط سيف خلاص بيضاف معايا الايفنت بتاعي كافي تايم، ظهر معايا هنا وتحدد بشكل مباشر، وظاهر لي علامة الريبيتنج ان هو مكرر، هيتكرر معايا بشكل دوري. طيب كل ما هنيجي نتحرك من شهر للي بعده هنلاقي ان الكافي تايم ده متكرر معايا لحد 20/10، لان احنا خليناه لحد 20/10. فظاهر معايا ان هو بيتكرر معايا اسبوعيا، لان احنا اخترنا ان هو سيريس اسبوعي بشكل بشكل دوري. طيب لو ضغطنا دبل كليك عليها بنقدر نعدل الايفنت بتاعنا. حابين نعدله ازاي؟ هل حابين نغيره لايفنت واحد edit series، ولا edit this and all following events؟ يعني حابين نعدل السيريز كلها، ولا حابين نعدل الايفنت ده واللي جاي بعد كده،
فبنقدر نعدل عليها. فمثلا انا عايز اعدل عليها، مثلا ممكن اجي هنا اغير بعض الناس اللي هتحضر، اغير المكان، اغير الاسم، اغير التفاصيل، ولما بضغط سيف خلاص بيتعمل لي سيف بعد كده، وبنقدر وبيبقى ظاهر لكل الناس المدعوة في الايفنت مرة كمان.